نديله بسم الله. ناخد كاليمارية كده لوحدها. صباح الفل عليكم، ورجعنا لكم يا جماعه تاني. معلش اختفينا طبعا في رمضان، الناس في رمضان كلها مقضيها ايه صلاه ومسلسلات وكده، فقلنا بقى ايه نسيبكم تريحوا مننا الشهر ده. النهارده بقى ايه فكرت ارجع لكم بايه، قلت هرجع لكم بحاجه خفيفه كده وحلوه، انا بحبها بموت فيها عن نفسي، وكمان سهله تتعمل كده في 5 دقايق، ما بتاخدش اي حاجه وتحفه. طاجن كاليماري احمر على اصوله، ده بقى الاسكندراني الاصلي يا جماعه، مش ما فيهوش اي بقى افتكاسات. بص الجمال. كاليماري ده مش صبيت اهو، كاليماري. بص الريحه، انا نفسي يعني ايه، يعني مش عارف اشممها لكم، شموا كده واصله. فكل ده ب 400 جرام كاليماري. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه يا جماعه هنجيب الكاليماري، وده كاليماري مش صبيت، كنت عملت لكم فيديو الفرق بين الكاليماري والصبيت اهو. بنجيبه كده، ادي الكاليماري، الراس بتتخلع، بيبقى كده المنظر اهو، ليه جناحين، بتخلع الجناح الاولاني كده، بيتاكل ده ما بيترميش، واهو التاني، وبتمد ايدك جوه بيبقى فيه العمود الفقري بتاعها. هوريكم شكل العمود الفقري، سبحان الله. بص بيعمل زي البلاستيك كده، ده اللي في الصبيط بيبقى ابيض وبياكلوه العصافير. وبعد كده بتبتدي بقى تقطع ده كده حلقات اهو كده اهو. الراس فيها الرجلين وفيها الحته اللي عند العين، بنيجي من بعد الاتنين عين وبنروح حاطين كده، وهنا برضو في حته تانيه من قدام بيبقى فيها حته كده لحمه صغيره، بناخدها برضو، والحته اللي فيها العين بتترمي. هنا بقى بيبقى فيه السنان بتاعت الكاليماري، زي سنان بالظبط الصبيط اللي كنت وريتها لكم، بتدوس عليها هي هنا طالعه اهي، تبقى في نص الراس اهي. يبقى كده الرجلين معانا، وادي السنان اهي. بنرميها، نشطفهم ونصفيهم من الميه، وبعد كده هوريكم بقى هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنجهز الصوص بتاعنا، هنعمل له حاجه بسيطه جدا. ادي الكبه او الخلاط بتوعنا زي ما انتم عايزين، هنحط طماطميتين، فصين توم كبار، قرن فلفل كبير هنحط نصه دلوقتي، والنص التاني هنسيبه، هقول لك هنعمل بيه ايه. شويه ملح، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه شطه، شويه صغيرين فلفل اسود، هنحط عليهم معلقه صلصه، وفي الاخر شويه ميه صغيرين عشان نحرك المكونات. نسيت اقول لكم لو في شويه شبت او بقدونس بيدوا طعم حلو، انا بفضل الشبت بس انا ما عنديش، فحطيت ايه شويه ريحان كده، اي حاجه فريش تدي طعم فريش. ادي يا جماعه بعد ما اتضرب، بص المنظر، طبعا الريحه ما اقولكوش، طبعا انا ايه قاصد ما اضربوش جامد، يبقى ايه قطع كده. ادي يا جماعه الطاسه سخنت قوي، اهم حاجه تبقى سخنه قوي عشان الحاجه ما تزفرش، نديها صدمه. حطينا شويه زيت وننزل بحته زبده، وبعدين ننزل بالكاليماري على طول بعد ما صفيناه. اهم حاجه النار عاليه عشان ما ينزلش ميته ويزفر. ننزل عليه بقى بفص توم، بعد بقى ما نزلنا بفص التوم نديله برده تقليبه زياده، وننزل عليه ببقيه قرن الفلفل الاخضر، شويه كمون عشان لو في اي زفاره. بعد كده ننزل بالبصل، بصلتين صغيرين ياخدوا برده معايا تشويح. وادي بقى يا جماعه اول ما البصلايه دبلت معانا، ننزل بقى ايه بالخليط بتاعنا، نديله بقى تقليبه كده، ونوطي بقى النار شويه ونسيبه ايه ياخد نص سوا كده ويتسبك. لو عايزين نزود له شويه ميه نزود له. الطاجن خلاص بياخد نص سوا على النار، هنجيب بقى برام كده ونبتدي ايه نمسحه كده من كل حته بالزبده. ادي بقى اهو الكاليماري ابتدى بقى ايه يعني خد نص سوا، احنا عايزينه ايه يتسبك بالكامل في الفرن. نحط بقى على الوش كده قرن ايه حامي، كام حته زبده برده كده على الوش يدوا طعم، ومن على الوش كده ايه شويه جوز الطيب كده ايه عشان يدوا نفس حلو. وندخل بقى في الفرن، نعلي نار الفرن اعلى حاجه بس من تحت، ونحطه كده في النص، ونسيبه بقى ايه يغلي كده ويتسبك لحد ما يدينا اللون والشكل اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى ايه المرحله اللي انا بحبها، وهي ايه هندوق. طبعا ممكن تعمل جنبه شويه رز صياديه، شويه رز ابيض، اي رز، او ممكن ايه زي ما انا كده ايه بحب بالعيش
تمسك كده ايه، طبعا القرن ده ايه، ده اكسترا للي عايز. تمسك بقى ايه الوش المحروق ده كده. بص الجمال، بص، بسم الله. كاليماري بيدوب. بص مش عارف اتكلم. الاكله دي يا جماعه انا مش ببالغ، الاكله دي انا ممكن اكلها كل يوم. ناخد كاليماريه كده لوحدها. عارف العجوه، ده عجوه. بص بقى الراس دي، انا بقى عن نفسي بموت في راس الكاليماري عشان بيبقى فيها كل الطعم. خدها بقى كده شويه صوص كده، غرق في الصوص واديله بسم الله. نضرب بقى في الفراخ. هو ده الاكل يا جماعه ولا بلاش؟ صباح الفل عليكم.